Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila raisi jilsatil muhtaram wa jama'atil hukamil afadil. Sadati wa sayyidatil kiram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halikum jami'an? Ana Ainul Maudah binti Hamdan, talibatun fi saffi sadis. بكل فخر وسرور أكيف أمامكم اليوم لأتحدث عن موضوع يسعدني وهو الملابس جميلة. أيها السادة والسيدات، في المدرسة نرتدي أنا وأصدقائي ملابس موحدة مرتبة ومحتشمة. قمصاننا بيضاء نزيفة تمثل الطهرة والنظافة، أما السراويل والإصابات فلونها أزرق داكن يبرز الأناقة. نرتدي شارة المدرسة على الجانب الأيسر من الصدر، ونربط العنق بربطة عنق. هذا يظهر أني طالبة متعلمة وذات خلق رافع. أيها السادة والسيدات، عندما يحين العيد تصبح الأجواء مفعمة بالفرح. أنا وعائلتي نرتدي ثياب العيد الجديدة والجميلة. أختار دائما قميصا مزينا بتطريزة الزهرية على أطراف الأكم، وأضع حجابا متوافقا في اللون. ملابس العيد تضيف إلى البهجة وتمثل شكرنا لله. أيها السادة والسيدات، كل صباح أرى أمي وأبي يستعدان للذهاب إلى العمل. ترتدي أمي قميصا حديثا جميلا ومحتشما فيبدي أناقتها، أما أبي فيرتدي قميصا طويلا أكمي بلون أزرق أو أبيض مع سروال رمسي أسود وحذاء جلدي أسود. يضع كل منهما نظارة تضيف إلى مظهرهما المهابة والاحترام. أشعر بالفخر وأنا أراهما. كل صباح أخطو إلى المدرسة بفخر وعزة برحمة الله. ثياب الجميلة تشرق بهاء وعلى صدري. تتوهج شارة المدرسة تحرك في النفس حماسة للتعلم. خطوتي كخطوة منادل في سبيل العلم. أيها الأصدقاء، في حديث رواه أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن ارتداء الثياب الحسنة والحفاظ على النظافة ليس فقط محبوبا في المجتمع، بل أيضا عند الله سبحانه وتعالى. سيماهم التوفيق والهدايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.